بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. النهارده هعمل وصفه حلوه كده جميله معاكم، وكنت عملتها مره قبل كده في القناه، بس حبيت اجربها معاكم تاني. ان شاء الله تعجبكم، واللي ما شافهاش عندي في اول فيديو يشوفها ان شاء الله تاني. دي الحجازيه الاسكندراني الجميله بكل تكاتها وبكل حركاتها، وجميله جدا وهتعجبك. مقاديرها بسيطه جدا وحلوه قوي. يلا بينا نعملوها سوا. انا بقى هعمل صينيه كبيره، اللي هي مقاس 44 او 43 حاجه زي كده. مقدارها يبقى 3 كيلو 3 كوبايه، 3 كوبايات من الدقيق، و3 كوبايات من دقيق السمولينا. يعني 3 دقيق سمولينا عليهم 3 دقيق اللي هو دقيق المخبوزات العادي جدا. انا بحب اعملهم نفس المقادير متساويه، بتديني يعني ايه الحجازيه المظبوطه قوي. يعني ما بتاخدش يعني ايه، لا بتطلع ناشفه بقى ولا بتطلع دايبه قوي، بتطلع مظبوطه قوي اللي احنا متعودين على طعمها. هحط عليهم كده نص معلقه كده بودر، بحب احطها، ولو حابه تستغني عنها استغني، بس بتديها هشاشه حلوه قوي وخفه كده، متبقاش معجنه. طيب الكميه دي هحط عليها باكو من الخميره الفوريه، و3 معالق من السكر، ورشة ملح. يبقى 3 كوبايات دقيق سمولينا عليهم 3 كوبايات دقيق عادي، ورشة ملح، ونص معلقة بودر، و3 معالق سكر. ماشي كده المكونات الجافة ناخدها على جنب كده ونسيبها، ونشوف هنحضر ايه تاني. طيب الكمية دي بتاخد قد ايه سمنة؟ طيب حابة تعمليها بزبدة اعمليها، حابة تعمليها بسمنة اعمليها. انا عملتها بسمنة، يعني كوباية سمنة كده كبيرة ونص كوباية زيت. يعني المقدار ده أخد معايا يعني حوالي 250 جرام من السمنة، عليهم نص كوباية زيت. طب الزيت لازمته ايه؟ الزيت بيديها كده يعني تحميصة حلوة قوي، يعني السمنة بتخليها دايبة وجميلة، والزيت بيديها تحميصة حلوة كده في الفرن. انت بتاكلي حاجة مقرمشة من بره وطرية وجميلة كده من جوه. يلا افركيها بقى كده زي ما انت بتعملي الكحك كده، زي ما بتبسي الكحك كده بسيها، يعني بحيث كل الدقيق اللي معاكي يتغلف بالسمنه اللي موجوده معاكي. اعذروني بقى على صوتي عشان عندي برد كده ايه، يعني ما شاء الله مظبط. فهنبس كده بالشكل ده كده، بحيث كل يا جماعه لازم كل الدقيق اللي معاكي يتغلف بالسمنه بالشكل ده كده. طيب هتاخد سوائل بقى قد ايه؟ طب احنا كده خلصنا كده كل مكوناتها، يعتبر خلاص كده العجينه خلصت. هتلفيها بقى بايه؟ حابه تلفيها بلبن لفيها، يعني حابه تحط لها نص كوبايه لبن حط لها، بس انا مش هعملها بلبن، انا بحبها بميه. فانا هحط عليها كده نص كوبايه ميه، على حسب بقى العجينه ما تاخد معاكم. يعني انا بحبها طريه شويه كده، ما تخليهاش ناشفه ومرمله في ايدك، لا لازم تخليها عجينه بتلف، يعني عجينه كده بتلم معاكي كده في ايدك، وتعرفي تتحكمي فيها، ما تخليهاش مفروله معاكي كده وناشفه، لا. بصراحة المقدار ده مظبوط جدا جدا جدا. يعني لو حابة تعمليه بنفس مقداري كده ونفس الصينية اللي هعمل فيها اعمليه. شايفين العجينة عاملة ازاي؟ حلوة جدا. كده العجينة خلصت معايا، هسيبها ترتاح شوية قبل ما اعمل الايه، الحشوة بتاعتها. الحشوة بتاعتها انا حطيت كوبايتين سميد عليهم كوبايتين سكر، او كوبايه ونص سكر قصدي. انت لو حابه تعمليها بكوبايتين سكر مفيش اي مشكله، بس احنا بنحبوش حلو قوي، فعملتها كوبايه ونص سكر بالشكل ده كده. ومعلقتين كده كبار قرفه بالشكل ده كده، وربع معلقه وربع كوبايه جوز الهند. يبقى الحشوة ايه تاني؟ الحشوة كوبايتين سميد عليهم كوباية ونص سكر، وربع كوباية جوز الهند، ومعلقتين كبار من القرفة. طيب انا مش حابة طعم القرفة قوي فيها يظهر، هتبدلي معلقة منهم بمعلقة كاكاو خام، كاكاو دارك اللي هي الغامقة قوي، عشان تديكي اللون الحلو.
وتعملي وتزودي شوية مية. ويا جماعة اهم حاجة الحشوة دي ما تكونش فيها كلاكيع صغيرة عشان هتنشف منك جدا في الفرن. دخلي المية فيها كلها في الحشوة كلها، فروليها بايدك كده وخليها تبقى يعني ايه سايبة في ايدك كده علشان تعرفي تتحكمي فيها وما تبقاش تنشف. لان صدقيني اي كلاكيع هتبقى فيها هتبقى ناشفة في الفرن، مش هتعرفي تفكيها بعد كده. انا هاخد نص العجينة او اكتر من نص العجينة شوية، وهفردها كده في الصينية. دي الصينية اللي انا هعمل بيها مقاس 44. لو انتي مش عارفة مقاس الصينية اللي عندك، هعملك فيديو ان شاء الله، قولولي في التعليقات وانا هعمل لكم فيديو باذن الله اعرفكم فيها مقاس الصواني بتتجاب ازاي. انا هاخد كده الحشوة كلها، انا كده مكترة حشوة طبعا لان ايه حابة حشوتها تكون حلوة مظبوطة، وفي نفس الوقت الصينية عندي كبيرة فعايزة حشوة كتير. يعني انتي بقى لو هتعملي مقدار اقل من ده، اعملي مقدار نص بالظبط، يعني 3 كوبايات دقيق من ده ومن ده، يعني كوباية ونص سميد وكوباية ونص دقيق عادي، ونص كوباية برضو السمنة، يعني حوالي كده 175 سمنة على زيت. هنا خلاص هفرد كده، فردت العجينة وفردت جواها الحشوة بالشكل ده كده. لازم كده يعني تتكي على الحشو كده علشان ما تبقاش عندك سايبه كده وتطلع من الجناب، وتخلي فاصل بين ده وده علشان الحشوه ما تطلعش فعلا تتحرق في الجناب. والسكر بقى يسيح وكده ويبهدل الدنيا، فكده بيبقى احسن. لازم تسيبي فرق بين الصينيه وبين الحشوه. طيب هاخد بقى الجزء اللي فاضل معايا بالشكل ده كده، هفرده كده على كيس كده علشان يبقى سهل معايا. طبعا الطبقة اللي فوق دي هي اللي بتحيرنا شوية، فبالراحة يعني واحدة واحدة كده هتتظبط معاكي وهتبقى حلوة جميلة بإذن الله. هنا كده انا هفرد كده على قد الكيس، والباقي هرجع افرده تاني وهحطه على الصينية. حابة اقولك بقى يعني كده طبعا عمرك ما تعرفي تطلعيها مظبوطة على وش الصينية دي، عمره ما هيطلع معاكي مظبوط الا اذا عملتي الحركة دي، لان هي بصراحة بتحير عن اللي بتبقى محطوطة في قعر الصينية. فهنا هفردها كده وهحطها بالشكل ده كده. عايزه اقول لكم ان الحجازيه حلوه جدا جدا في الفطار. يعني انت لو عملتي كوبايه شاي بلبن كده وعملتي معاها قطعتين حجازيه، يعني خلاص بقى الدنيا وما فيها بجد. وسهله كده وسريعه، وفي يعني ممكن تعملي كميه على فكره منها وتحطها في البيت وترجعي يعني ايه كل يوم تاخديلك ايه قطعتين كده مع كوبايه شاي بلبن، حلوه جدا. وبتنفع كمان للعيال في اللانش بوكسات، يعني بتبقى حلوه ومغذيه وفي نفس الوقت ايه سهله، مش صعبة خالص. الناس اللي بتستصعب الحجازية والله مش صعبة خالص صدقوني. هنا انا هقسم بس كده العجينة اللي فاضلة معايا كده على قد الحتة الفاضية عندي الباينة، وهرجع بقى اظبطها بايدي. وسهلة جدا والله، تظبيطها سهل جدا. يعني اللي بيعملها اول مرة ما تخافوش يا جماعة، والله هتطلع معاكم باذن الله. لو عملتوها بنفس المقادير دي تطلع معاكم ان شاء الله مظبوطة وجميلة باذن الله، وهتدعولي ان شاء الله على الوصفة الجميلة دي. هنا انا هحاول بقى يعني اداري كل الحشوة اللي باينة دي. يعني انت كده مع نفسك كده تعرفي تداري، يعني انت قدامك الصينية وهتعرفي ان شاء الله تداري الحاجات دي خالص، مش هيبان منها اي حاجة. خصوصا كمان لما بتتخبز. لما بتتخبز العجينة يعني بتنفخ شوية كده، فمش هتحسي خالص ان انت كان في اصلا حاجة باينة. يعني العجينة كلها هتدخل في بعضها، مش هتحسي خالص ان انت كنت سايبة حاجات باينة اصلا، ولا حشوة ولا اي حاجة. كلها هتتساوى ببعضها. انا كده خلاص وعلى قد ما قدرت خلصت كده. حابه اقولك بقى ان انت تقطعيها احسن قبل ما تدخل الفرن، هتبقى سهله جدا معاكي وانت بتقطعيها بعد كده. اللي بيقطعها بعد ما تخرج صدقوني بتتبهدل معاه وبتتفرفت ومتبقاش حلوه خالص. فانا انصحك ان انت تقطعيها قبل ما تدخل الفرن خالص، هتبقى احسن واسهل معاكي بكتير. انا هقطعها كده، قطعيها بقى بالشكل اللي تحبيه، سمبوكسات كده زي ما انا عاملاها او مربعات، اي حاجه انت حباها.
طبعا الحجازية دي بترجعنا للزمن، يعني الزمن الجميل كده. طبعا كانت يعني ايام زمان كانت مشهورة جدا وكلنا كنا بنحبها. دلوقتي الاجيال اللي طالعة ديت يعني صعب تلاقي حد بيحب الحاجات دي، الا اذا بقى كانوا متعودين عليها في بيوتهم، يعني مامتهم وكده كانت بتعملهم فكانوا متعودين عليها. هنا حاولت اعمل عليها اشكال كده زي اللي بنجيبها من بره بالشكل الجميل ده. طيب هندخلها الفرن على درجة حرارة 200 من تحت بس، لغاية ما تاخد لون بسيط كده من تحت وتحس ان هي من الجناب كده اخدت لون، فتوليها عليها من فوق. لونها وملمسها وكل حاجة فيها صراحة جميلة. يعني بصراحة كانت اخدت لون كده بسرعة من فوق، لان هي العجينة مظبوطة قوي. هنا بقول لكم سخنة قوي مش عارفة اتحكم فيها. هسيبها شوية، بحاول اطلع لكم قطعة كده وهي لسه سخنة مولعة عشان تعرفوا ازاي هي متماسكة في ايدي وفي نفس الوقت ناعمة. يعني بتدوب في البق وفي نفس الوقت هي ناعمة جدا. هنا هطلع قطعة كده واوريها لكم قد ايه الحشوة من جوه مظبوطة، قد ايه المقدار ده مظبوط جدا جدا. يعني لو عملتيه بنفس المقدار ده ونفس الصينية اللي بقولك عليها مقاسها 43 44 كده، هتحس ان هي فعلا من المقادير مظبوطة جدا بالشكل ده كده. في ناس طبعا عاشقة للحجازية وفي ناس ما بتحبهاش وما بتحبش طعم القرفة فيها، وفي ناس بتعشقها يعني هي عندها اساسي. حجازية الاسكندراني دي اساسي عندها، وفي طبعا الاجيال طلع دلوقتي مش بيحبوها. شايفين الجمال بقى؟ هو ده اللون المظبوط. بيظهر لونين كده، ايوه، لا ده مش اللون المظبوط خالص. هو اللون ده فعلا هو اللي مظبوط معايا عشان الكاميرا بتبكسل معايا كده فمش مظبوطه. بتمنى بقى ان الوصفه بتاعتي النهارده تنول رضاكم واعجابكم. بتمنى لو عجبتكم بقى تقولي في التعليقات، وتعملي لي اللايك الجميل منكم والاشتراك الحلو كده. ان شاء الله باذن الله اشوفكم في وصفات حلوه وجميله وجديده باذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.